السلام عليكم حبايبي، السلام عليكم البنات، جمعة مباركة عليكم كاملين. ان شاء الله تكونوا بخير وفي راحة بال ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديدة فيها فايدة، طاقة، نصائح من القلب الى القلب كما تعودتوا. قبل ما نبدا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يلا نبداو البنات مع بعض ونخليو هذا الفيديو يكون سبب باش تبدلي ترتاحي وتعيشي يومك بنور ان شاء الله هو هدوء. كما تعرفوني البنات، نحب نشارك معكم روتيني بكل بساطه، شغلي تاع الدار هكا باش تتحفزوا وباش يعطيكم طاقه، وميم طون نهضروا في موضوع مهم يهمنا جميعا اللي هو الدخول المدرسي. قريب البنات الدخول المدرسي، لا غونطري سكولير. كما تعرفوا الامهات، جميع الامهات ما كاش يعني كي تكون قريب لا غونطري سكولير ما يبداهاش، يبداوها بزاف دي سونتيمون، كوكسوسوا الحماس، تتقلق، تعيا تاني، شويه خوف، تخوف من الامتحانات، تخوف من بزاف حوايج. وكل عام نفس القصة تتعاود. أي أم تقول لك هذا العام لازم نبداه بنظام، يعني لازم نكون منظمة، لازم نتهلا في ولادي، لازم نعيش آلاز. بصح كي يجي وقت تاع الصح نرجعوا نفس الروتين، يعني نفس الأخطاء اللي كنا نديروهم العام اللي فات نرجعوا نعاودوهم هذا العام. الخطأ الأول اللي نطيحوا فيه احنا الأمهات أنك ما تديريش ان بلان اللي يكون باين اللي تمشي به في هذاك النهار. وهذا البلان جينيرالمون، هذا النظام اللي ديريه لازم ديريه في الروتين المسائي تاعك. معناتها في الروتين المسائي تاعك راح يكون فيه تحضيرات لغدا، معناتها تعلمي وعلمي ولادك كيفاش توجدوا دوزانهم، يوجدوا هما دوزانهم لافي، وانتي توجدي تاني واش راح ديري لهم غدوه من داك. خليهم منك تعلميهم يعاونوك ويتعلموا يشدوا روح المسؤوليه منك، تنقصي الضغط تاع غدوه من داك. لانك كي ما ديريش ان بلانينغ، ما كاش اهداف، ما كاش تنظيم، تولي كل صباح تبداي بالعياط، روح دير هذه، روح دير هذه، روح دير هذه، مام هما يطروش مساكن، وتلقاي روحك نسيتي 100 حاجه. الا فطرتيهم ولبستيهم راح تنساي لي كايي، ولا تنساي له الماء، ولا هذيك تاع تجري وتروحي روطار، هذه ما نهضروش عليها هذه كامل. سي بور سا الحل هو سهل وبسيط، انك ديري بلانينغ يكون بسيط فيه المهام تاعك اليوميه، كتبيه في ورقه صغيره في الليل. هذا في الليل قلت لك توجدي لهم، او ميم طون ديري واش راح ديري غدوه، وميم ديري دي ديتاي تاع لا سيمين واش راح ديري لولادك. بالنسبه لهادو الجداول والاخر، جدولي راح قبل ما تجدولك الايام. ولا حبيتوا البنات قولوا لي في التعليقات، راح ندير لكم نظام انا نتبعه شخصيا، يعاونكم بزاف شغل تاع الدار وفي بزاف حوايج. ودوك نعطيك نصيحه من ذهب، ديري روتين ماتينال ثابت. لا روتين يعني الروتين الصباحي تاعك يكون ثابت، نوضي فيه بكري، اشربي القهوه تاعك، بداي بروحك، سمعي قران، صلي صلاتك، تحضير يكون هادئ، يعني وجدي روحك كالمومون باش تنوضيهم. هكا نهارك راح تبدايه براحه وتعرفي بيان تورغانيزي روحك، وما تستقبلي ولادك بالصباح ما يصبحوش بالعياط، يروحوا معمر راسهم، او موا يروحوا جوغ فخاش كيما نقولوا راسهم، يكون واجد للدراسه، ماشي يبدا هذا الديبي عياط. الخطأ الثاني اللي نقعوا فيه حنا الأمهات أنك تهملي راحتك النفسية. الأم اللي تنسى روحها وسط الزحمة تولي تعبانة عصبية وتفقد طاقتها. الراحة النفسية ماشي كمالية وهي ضرورية، وديري في بالك اللي ما تتهلاش في روحها ما راحش تتهلا في دارها. خدي وقتك كل يوم ولو ربع ساعة، شربي قهوتك وحدك قبل ما ينوضوا دراري، سمعي قرآن، ديري ان سيلون، جلسة هدوء في البالكون ولا ان اندغوا اللي تكوني تحبيه. هذيك اللحظة راح ترد لك التوازن وراح تخليك تكملي نهارك بطاقة إيجابية. وكنصيحة، سيدي لي ان كوان دو ديتونت في دارك، يعني بلاصة لراحتك يكون فيها كرسي صغير، سجادة، كتاب، شمعة، كتاب القرآن. هذه المساحة راح تكون ملجأ تاعك، توجو روحي لها وقت التعب تاعك باش تريحي. الغلطة الثالثة اللي نطيحوا فيها احنا الامهات ان ما نحضروش ولادنا نفسيا. الطفل كي يدخل المدرسة بلا تحضير نفسي يحس بالخوف، راح يرفض القراية وراح يتراجع يعني نوعا ما في قرايته، ويولي عند يقول لك ما نقراش باسكو 3 شهور هو قاعد في الصيف، سي با فاسيل باش يعاود يولي. جينيرالمون كاين بزاف دراري يقول لك ما نحبش نروح المدرسه باسكو المدرسه تخوفني، باسكو وين في الراحه. الحل هو انك
تهضري مع ولادكم، لازم تفسروا لهم الروتين الجديد اللي راح يشوفوه، تشجعوهم، تخليهم يشاركوا في التحضيرات، معناتها يشروا لي فورنيتور سكولير، يختاروا لا تخوس، يرتبوا الطاوله. وتاني كنصيحه تربويه نمدها لكم قبل بدايه الدراسه، ديري لهم ان سيونس فاميليال، يعني تهضري فيها على الاهداف العامه وتشجعي ولادك يحطوا اهدافهم. هكا منك تعلمي ولادك يديروا اهداف بسيطه، من الاهداف البسيطه راح يتعلموا يديروا اهداف كبيره. مثلا نعطيكم مثال، قولي له من الاهداف زعما نحب ننجح، نحب نكون منظم، نحب نراجع بلا ضغط، هكذا. والخطأ الرابع انك ديري كلش وحدك، اي دير كلش وحدها. الام اللي تحاول دير كلش وحدها راح تتعب وتفقد السيطرة. لازم تشاركي المهام مع افراد العائلة. اليد الوحده ما تصفق، علمي ولادك يساعدوك ولو بالحاجه البسيطه، معناتها يرتبوا سريرهم، يجمعوا الالعاب تاعهم على حساب السن، كل واحد على حساب السن تاعو، يعاونوا في ترتيب لاطاب كي تحطوها باش تاكلوا. حتى الزوج يقدر يعاون في التحضيرات ولو بكلمه طيبه او لحظه راحه. معناتها في نعطيك نصيحه، يعني ديري ان تابلو دي تاش، عندها جدول تاع المهام في الدار، كل واحد يعرف واش عليه. زعما الام عليها تحضير الوجبه، الطفل الكبير يرتب لي زافير سكولير، الطفل الصغير يجمع لي جوي، الاب يوصلهم للمدرسه ولا يدير لهم مراجعه خفيفه. ما ديريش كلشي عليك نتيا. الخطأ الخامس انك ما تستغليش بداية السنة كفرصة للتغيير. معناتها كاين اللي تبقى في نفس الروتين القديم تاعها وتقول ما نقدرش نتبدل، كل عام نفس الشيء. بصح في الحقيقة هي كل بداية هي فرصة باش تتغيري، وهي كل وحده فينا تقول لك هذا العام نتبدل، هذا العام نتبدل، بصح ترجع نفس التعب ونفس الروتين. الحل انك تبدلي العادة، عاده وحده برك فدليها. هذا ما كان نبداي بعاده وحده ومن بعد تيك راح تتعودي تولي تبدليها شاك فوا تبدلي عاده واحده اخرى. مثلا ديري روتين صباحي ثابت، هذا راح يعاونك او ميم طون عاده مليحه. ولا ديري وقت خاص بك في اليوم. التغيير يبدا بخطوه صغيره. كنصيحه تحفيزيه راح نمدها لك، اكتبي ورقه اكتبي فيها انا نحب نعيش براحه، انا نقدر ننظم وقتي، انا نتهلا في روحي ولادي. هكا علقيها في كل مكان، في مكان يعني اللي تشوفيها فيه كل يوم عفوا، وتكون تذكير يومي بالقوه تاعك واش تقدري ديري. وفي الختام حنقول لك ماشي لازم تكوني بارفيت، يعني كوني كونسيونت، كوني منظمه، كوني حنونه. العام الدراسي يقدر يكون فرصه باش تعيشي براحه وتتهلاي في دارك في ولادك وفي نفسك. عارفي بلي التنظيم ماهوش لوكس، بصح راح يخلي لك حياتك لوكس، هو مفتاح الراحه النفسيه. وكي تكوني مرتاحه كل شيء يولي سهل. خدي العام الدراسي هذا كبدايه، كهديه تهديها لروحك وعيشيها بقلب مفتوح، وربي سهل على كل واحد. وان شاء الله يا ربي ينجحوا كامل وليداتنا ونبداو عامنا يجينا ساهل ماهل ان شاء الله يا ربي لجميع الامهات. وان شاء الله تاخدي برك بنصائحي بعين الاعتبار، لو كان نصيحه ولا زوج اقعدي امشي بها حتى تلقاي روحك تسقمتي للاحسن. هنا كنت وريت لكم الجوله تاعي، رحت للسوبرات يعني كانوا خاصيني شويه لي زاشا مور ما كملت خدمتي. شريت هذا ماكسون ماشي بنين، انا كنصيحه ما تشروش، ماشي بنين، كانت مفتوح كلا وهدراري. هنا بعض المشتريات وشريت هذاك تاع لا فيسيل فورس اكسبريس، بزاف هايل بالنسبه اللي عندهم لا فيسيل. شريت هادو وشحال نحب هادو مواد التنظيف نموت عليهم. هذا اودوري ساسا بزاف هايل، ريحته هايله جا القطن ديجا هو تاع قطن، معناتها ريحته بزاف هايله ما تشبعش برك ما تقعدش بزاف. هذا هو لو ديفو تاعو، سينا مليح. امير هذا تاع الصحراء يعني غني على التعريف كيما راكم تشوفوا. وهنا شريت بابي كويسون، نحب نشري هذا الرول الكبير باش يكفيني. ودوكا راح ننتقلوا لنصيحه اخرى. نحمد لكم نصيحه بالنسبه للنباتات كيفاش تسقيوها بعد ما كملنا طبعا من الدخول المدرسي ولو ستريس تاع الدخول المدرسي. لازم نروحوا شويه لي بلانت ينحونا شويه لو ستريس تاع النهار. هنا بالنسبه كيفاش تسقي لا بلانت تاعك باش ما تخسرلكش، باسكو لي بلانت كي تسقيهم بزاف ولا تدي الماء فوق الاخر تاعها راح تخسر. سي بور سا ديري لها خدي باسينه، ديري فيها الماء وحطي فيها البو تاعك لمده ساعه، راح يطلع هذاك الماء ليها، معناتها تدي غير واش تحتاج.
من الماء. هكاك راح تحتاجي ما تسقيهاش كل يوم، اسبوع من اسبوع لاسبوع ديري لها هذه العفصه، راح تدي القدر الكافي تاعها من الماء. برك البنات كاين نقطه حبيت نقولها لكم، اي اقتراح حبيتوا او موضوع حبيتوا نهضر عليه ولا نصيحه حبيتوا نقدمها لكم، قولوها لي البنات في التعليقات، راح نعتمد عليها ونديرها في الموضوع الجاي ان شاء الله تاع الفيديو الجاي. وهنا راح نشارك معكم العشاء. واش درت لهم بيتزا. بالنسبه لهذه الكميه راح يديروا لكم 4 بيتزات مدورين. ناخذ 2 كيسان تاع حليب، الا ما عندكش حليب ديري الماء وديري اللحظه هكذا. ديري تاني ملعقه كبيره تاع خميره الخبز وملعقه كبيره تاع السكر. نخلط كامل المكونات بالفوي ولا بالمغرف. نزيدو حبيبه بيض، انا هنا درت غير البيض والصفار خليته في باش ندير به لي برجر. هنا ناخذ 4 كاس تاع الزيت، نخلطوا كامل المكونات ومن بعد تيك نضيف الفارينه. كي ضفت الفارينه نزيد نواره، باكي تاع نواره، والملح ما ننساوهش البنات، ملعقه صغيره تكون معمره. هنا ما استعملتش كامل يدي، كنت نخلط غير بهذيك الاخرى. من بعد كي تتحكم مليح هنا استعملت يدي. تقعدي تلمي بالفارينه، تزيدي الفارينه حتى تحصلي على عجينه تكون متماسكه وميم طون تتلاصق. شوفوا كيما اني او مبين القوام، تكون خفيفه البنات، ما تكونش تتلاصق مليح. العجائن السر تاعهم باش ينجحوا انهم يكونوا يتلاصقوا. هنا خليتها ترتاح شويه برك، ومن بعد ضفت لها ملعقه تاع زبده وعجنتها. دخلتها مليح. انا استعملت البيتخان باسكو ما كانش عندي الوقت، هنا تقدري بيدك. هنا هادو هما لي فروماج اللي استعملتهم. استعملت شيدا وكامونبير وفرomage فوندو. هذا فرomاج بزاف هايل البنات، مسوس جاي شويه سورتو اللي عندهم لا طونسيون ولا كريم فريش. كنت حابه ندير الصلصه البيضاء، درتها ديريكتومون بلا كريم فريش، ما بريباريتش الصلصه البيضاء. وهنا درت لا صوص طوماط نورمال سهله، دقيقه وجدتها. حبيبه طوماطيش، بصل، ثوم، بارد في بارد، زعتر، اعشاب هذوك. ومن بعد تيك 2 كيسان ماء، خلطيها كامل بالبغا، دخليها ما تنسيش الزعتره والملح والسكر. هذا ما كان البنات. خليها تطيب هكا شويه ومن بعد تيك جوزيها جوزي عليها البغا. هنا هاي العجينه تاعنا خليتها ترتاح تخمر. هنا بعد ما خمرت نكسر لها الخمر تاعها ونقسمها على 4 خبزات جاتني. هنا حلوها البنات بالسميد باش تجيكم مقرمشه، تجي هايله، ماشي كيما كديريها كون دير لها الفرينه ما تجيش كيما السميد. تعرفوا السميد متقرمشه وقوام للعجائن. هنا درت الاخر بالفرماج ودرتهم بصفار البيض اللي خليته من قبيله. درت نص صوص طوماط والنص في الاخر درت لا كريم فريش. وهنا ها هي النتيجه. البنات كانوا كلاو منها، يعني ما صحت ليش، اللي كنت نكملها كانوا ياكلوا. اي بنتي هنا تاكل. تجي بزاف بنينه بزاف هايله. راكم تشوفوا في القوام هنا ما عنديش هذاك اللي قطع، يعني خصني باش نشري. تجي بزاف هايله البنات وبالصحه والهنا. ونتمنى انكم تجربوها وجاوبوني في التعليقات اذا نجحت لكم ولا لا البنات. والى اللقاء ان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله. وتبقوا على خير البنات، تهلاو في روحكم والى اللقاء.